ماشي يا ماما، والله العظيم يا ماما هنزل اعمل كده، ويعمل اللي يعمله بقى براحته، يعمل اللي يعمله. لا عادي مش فارق معايا. خدي هنا. رايحه فين؟ في ايه؟ رايحه فين؟ هكلمك تاني يا ماما، هكلمك تاني. مع السلامة. في ايه؟ ايه رايحه فين نصيبه؟ رايحة فين نصيبة؟ رايحة بقى مطرح ما انا رايحة. ما هو مفيش حد هنا تستأذنيه ولا ايه؟ استأذنك ليه؟ هو مفيش راجل قاعد في البيت؟ لا راجل استاذ الرجالة على دماغي. امال قاطشه ودانك ورايحه فين؟ الموضوع اللي انا رايحة ده مش هينفع استأذنك فيه. موضوع ايه ياما؟ اما اجي بقول لك ان شاء الله. ان شاء الله ايه؟ موضوع ايه؟ ما تقولي. انت هتزعق ولا ايه؟ هزعق واكسر دماغك كمان. والله؟ ايوه. طيب معلش بعد اذنك، اما نيجي نتكلم. يبقى مش هتخرجي من هنا. ايه لما تيجي ترجعي ديت نتكلم. انت عايز ايه دلوقتي؟ قلت لك لما نيجي نتكلم. انت عايز ايه؟ الخلاصه رايحه فين نصيبه؟ راح اودي لامك للدكتور. امي. رايحه لها ليه بقى؟ خلي عندك دم، خلي عندك دم. ده انا عندي ده الجيران جابوا لها علاج يا اخي، ودوها الصيدليه قاسوا لها الضغط. امك عندها السكر وتعبانه. ايه ما صعبتش عليك وهي راقده ما بتشيلش ايد ولا رجل كده؟ يعني اعمل ايه ده انا يعني؟ استلفت فلوس من ابويا عشان اروح اكشف له. استلفت فلوس؟ والله استلفت فلوس من ابويا عشان اروح اكشف له. وليه كده؟ لا سيب كده، انت بتعمل ايه؟ وسع لي كده. انت مش رايحه في حته. طب وسع لي بس كده. انت لو خرجت من هنا هتخرجي على نقاله. ايه؟ زي ما سمعتي. هو ايه اللي انت بتقوله ده بجد ان شاء الله؟ انت رجليكي مش تعدي بره باب الشقه. وانسي موضوع امي ده خالص. هنسيب امك مرميه في البيت كده؟ مش لاقي حد يوديها للدكتور يكشف لها؟ هو مش انت قلتي ان الجيران ودوها للدكتور وقاسوا لها الضغط وجابوا لها علاج؟ ايه لازمتها ان انت تروحي لها؟ طب اسمعني بقى شويه، انت ايه قصتك مع امك بالذات؟ انا عايزه اعرف بقى الموضوع، لان ايه في لغز كده. انت يا اما بتخاف على الفلوس اللي هتصرفها عليها ان انت تكشف لها بيها، بس بعيدي بس كده. الفلوس اللي انت واخداها دي سيب كده، انا واخداها من ابويا، انا سالفه الفلوس دي من ابويا عشان اكشف بيها على امك. تمام. شوفي على ما صعبتش عليك وهي راقده كده لا بتشيل ايد ولا رجل؟ ما صعبتش عليك يا اخي؟ لا. حرام عليك مش كده. يا اما انت بتحبش امك بقى، يا اما مستخسر الفلوس اللي بتصرفها عليه. ايوه مستخسر الفلوس. ازاي يعني يا عبدو؟ ده من بعد ابوك الله يرحمه المفروض انت سندها يعني. سندها. ده لو ماتت يا اخي بعد الشر عليها يعني في البيت وهي لوحدها ما تلاقي حد يسال عليها. يرضيك؟ ما هو انت بتسالي، كتر خيرك وانت بتسالي اهو. لا دي لو امي اشيلها فوق راسي. مش هتحس بقيمتها غير لما تروح منك. والله العظيم ما هتحس بقيمتها غير لما تروح منك. ان شاء الله. ان شاء الله. طب استهدى بالله، هروح اكشف لها وما نيجي نتكلم. لا انت مش هتكتبي بره باب البيت ده. هو ايه اللي لا؟ سمعتي ولا ما سمعتيش؟ هو بجد انت مستوعب انت بتعمل ايه؟ يلا خش جوه. دي امك انت مش امي، امك انت. للدرجه دي؟ هو الموضوع كبير معاك للدرجه دي؟ جاحد يا ستي. ده انت لما هي بترن عليك تقول لك تعالى خد فلوس من المعاش، او تعالى جايبه لك كذا او جايبه لك كذا، بتروح في ثانيه وحبيبتي يما. غير كده لو ما فيش مصلحه ما بتعبرهاش اصلا. بس انت قلت جبت الخلاصه من الاخر. مصلحه. يعني امك بالنسبه لك مصلحه؟ طب حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتحاسبيني عليا؟ ما انت بتعمل ايه؟ مش هضربك، انا بس بحرك ايدي بس، كانت نملت شويه. خش جوه يلا. مش هخش، انا هنزل على مش هخش. انت لو طلعت بره الشقه ده ما ترجعوش تاني، ماشي؟ تكملي بقى القعده عند ابوكي بقيت عمرك. ماشي انا عرفت اتصرف ازاي. يلا تمام. خش جوه. نصيبه. يا امي ومش امي دي.